سلام خوتي. من البارح واليوم خرجت صفحات كثيرة مغربية تتكلم على أنه المنتخب الوطني سرق كرة أو كرتين من مباراة اللي جمعته مع فريق غينيا. يعني إشاعة أستغرب كيف انتشرت وكيف صدقها الكثيرون. آه، في البداية لم نشأ التكلم عن هذا الموضوع، وحتى الصفحة الرسمية للمنتخب الوطني لم تتكلم، وهذا يحسب لها ما نزلتش لمستوى الإعلام. آه، فريق البلد المضيف، ولكن يا جماعة أنا ما حملتهاش. إنه يتم اتهام بلد بحجم قارة بهذه التهمة الباطلة والسخيفة. آه، المنتخب الوطني الجزائري عنده ميزانية من أكبر الميزانيات في إفريقيا. المدرب عنده شهريته 135 ألف دولار. راها تجيب تقنيين من أعلى مستوى من أوروبا، عملوا في كريستال بالاس، عملوا في عملوا في فرق عريقة. المنتخب الجزائري بعيد عن هذه الشبهات. علما أيضا أن الاتحاد الإفريقي قدم شهرات للمنتخب الجزائري للتدريبات. يعني ما عندهمش المنتخب الجزائري ما عندوش سبب باش يسرق الكرات. هذه يعني حاجة تافهة جدا.